خلينا قبل ما نتكلم عن الشأن المصري نقدم تحية لتونس وشعب تونس العظيم اللي زرع فينا الأمل امبارح وخلانا يعني مستعجلين عايزين نغير احنا كمان. يعني كم الرسائل اللي جالي سواء بقى من أصدقاء أو من مؤثرين أو التعليقات اللي على فيسبوك وعلى تويتر على تيك توك، عندي آلاف يعني ليلة كبيرة قوي. فشكرا تونس وشكرا شعب تونس اللي رجع لنا الامل وان احنا نقدر نلحق بقطار التغيير الحقيقي والفعلي ونرجع سواء ثوره الياسمين في تونس او ثوره يناير في مصر انها من حقها تحكم. ما يجيلناش شويه معاتيه يقعدوا على الكراسي ومطلوب بقى من الناس انها تعبدهم. ده الراجل لهبل امبارح في تونس مشغل لهم اغاني بتتكلم عن الخونه الاوطان والبتاع. الكائن الفضائي فكر ان الناس لما تعترض على حكمه فدي خيانه للوطن، زي نفس البلحه برضه في مصر تعترض عليه يقول لك انت بتعترض على مصر. يا عم بقى غرف دايه بقى، هوامكم عدى، غرف دايه وتسيبوا الشعوب تعيش. المهم بعد ما قدمنا التحيه لتونس نروح بقى لمصر. عايزين نتكلم عن ائتلاف يوم الكرامه، لان كمان البشرات اللي بتجيلي ان في شخصيات ابتدت عايزه تنضم للائتلاف وحاجات زي كده، فدي حاجات مبشره ان احنا ماشيين صح. طيب ايه الائتلاف ووضعه؟ الائتلاف ده ملوش صبغه خالص، يعني الائتلاف ده مش تبع حد. يعني انت كمؤثر او كمواطن او كاي حاجه عايز تنضم للائتلاف ده، هو شرط واحد بس، مالكش اتجاه سياسي في الائتلاف، انت مصري فقط. ده عشان بس دي ايه، عشان لو اي حد مثلا من المؤثرين او الشخصيات العامه او بتاع عايز يدخل ما يجيش يقول ايه فلان ده انتوا واخدينه معاكم انا ما بحبوش، فلانه دي مش عارف، الكلام ده كله ممنوع. تحب وتكره ده بينك وبين نفسك انت، انما جوه الائتلاف كلنا مصريين. الايديولوجيات والكلام الفارغ اللي اتسحلنا وراه طول السنين اللي فاتت هو سبب ان عبد الفتاح السيسي لسه بيحكم لحد النهارده. عايزين نخلص منه، يبقى كلنا هنبقى مصريين فقط بس، مفيش اي اتجاه سياسي او اي حد يجي عايز يفرض وجهة نظره على الموجودين. ده لو عايز تخلص مع فتاح السيسي، عايز بقى تعمل كالت كده مع نفسك ان انت عايز ناس بتشبه نفس افكارك بس هم دول اللي انت عايزهم، معاك ربنا وعيش مع نفسك في الفقاعة بتاعتك. ائتلاف مفيش فيه اي اتجاه سياسي، اللي بينضموا للائتلاف مصريين فقط. تمام؟ ده بس عشان ايه ما حدش يقول اصل فلان ده يعني عليه محاذير، اصل فلان ده عليه شاكك فيه. شك الائتلاف ده احنا هنحشد فيه كل حاجه. عارف لو في عصافير على الشجر معترضه على حكم السيسي هنجيبها. عارف لو في قطط سيامي مش عاجبها الدراي فود اللي بتاكله وعايزه تثور على فتاح السيسي هنضمها. فما تجيش تقول لي فلان عاجبني وفلان مش عاجبني. ويا شعب مصر، اي حد مش عاجبه حكم عبد الفتاح السيسي لاي سبب، جوع، فقر، شباب مش عارفه تتجوز، مظلوم في شغلك، عايز شغلانه تليق بمؤهلاتك مش تروح تشتغل اي حاجه وخلاص، الاسعار الغاليه، الوضع الاقليمي لمصر ما بقاش له وجود في المنطقه، بقى اي حد معاه قرشين في الخليج بيجي يحكم جوه مصر. لو الوضع اللي انت شايفه ده كله مش عاجبك، الائتلاف ده بيضمن لك ان مش هتحصل الفوضى اللي بيفكر فيها عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي اللي قاعد يدي للبلد عشان لما يجي يهرب بره يقعد يتفرج عليها كده وهي بتخرب يقول لك شفتوا لما انا سبتكم حصل لكم ايه؟ مش هيحصل. الوهم اللي هو عايش فيه مش هيحصل. انه يفتح السجون ويطلع اللي مش عارف ايه عشان يعملوا هرجله في البلد فيها قطع رقاب. اللي هيشارك في فتح سجون او انه يحاول يعمل عوق فيها قطع رقاب، مفيش فيها رحمه. كلام بنقوله من اولها اهو عشان بس ما تجوش تقولوا ما حدش قال لنا، ادينا بنقول اللي هيشارك في اي حاجه تعمل شوشره في الداخل ما لهمش الا نفسه بس، ما لهمش حد تاني. برضه الفيديو طول لان انا ناوي اعمل لكم فيديوهات قصيره لان الناس كلها بتقول لي قصر الفيديو، فانا اعتقد ان الفكره وصلت. الائتلاف مفيش فيه صبغه، مفيش فيه تيارات مش عارف ايه ويسار ويمين واخوان وليبراليين والكلام ده كله مش موجود في الائتلاف. جوه الائتلاف انت مصري ومصري فقط. تمام؟
يا رب اكون عرفت اوصل لكم الفكره، والف مبروك لتونس الخطوه الاولى في لونج وولك تو فريدم، الطريق الطويل للحريه، دي اول خطوه في امبارح. مش عايزين نهدى بقى، انزلوا على دماغ الكائن الفضائي لحد ما تفرتكوها، عشان احنا متعودين ان احنا وراكم. اتعودنا تونس مين وراها؟ انت اللي قلت اهو. يلا ليلتكم جميله، وان شاء الله الحريه قريبا لمصر ولتونس ولكل دول الربيع العربي ولكل الدنيا. الحريه هي اغلى حاجه في الوجود. ويا مصري خليك فاكر ان الائتلاف ده معمول علشان يطبق لك الشعار اللي انت بقيت حافظه وبتكتبه لي في الكومنتات كل يوم: يحيى المصري اولا لتحيا مصر. سلام.